السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم طريقة ديالي المعتمدة ديال الشباكية اللي كتجي فيها معلكة وكتجي شاربة العسل، كتجي زوينة بزاف وهشيشة. غادي نخليكم مع المقادير. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق وغادي نزيد معاه واحد الطاسة، وعندي هنايا جوج كيسان ديال الزنجلان مطحون، عندي معلقة كبيرة ديال النافع او حبه حلاوه، ديروا اللي بغيتو، وعندي شويه ديال المسكه الحره، كاس ديال الزيت، كاس ديال الزبده نوازيط مع مراش، وشويه ديال القرفه وشويه ديال الملحه. بالنسبه لذاك الدقيق، علاش قلت لكم كنديروا كيلو وواحد الطاسه؟ يعني كنت انا كنخدمها كوموند على داك الشيء، يعني ديك الطاسه كنزيدوا عليها تحرقت لنا شي حبات ولا شي حاجه، كنلقاو باش كنعوضوا داك الكيلو، حيت كيلو ديال الدقيق كيخرج لنا 3 كيلو ديال الشباكيه. غادي نديروا كيف قلت لكم الطحين، جوج كيسان ديال الزنجلان. بالنسبه للزنجلان ما تحمروش، حيت الا حمرتوه غادي يزيد يتقلى، راه كيجي مر. غادي نطحنوه هكاك بارد. غنديروا معلقه كبيره ديال القرفه، شويه ديال الملحه، وغادي ندير من فوق منهم ديك الزيت. انا درت هنايا الزيت بلديه مع الزيت روميه مخلطين. بالنسبه لهاد الخليط، هاد الشيء اللي كندير دابا انا غادي نديرو بالليل وغادي نبيتو هكا، غادي نجمع هاد المكونات كاملين وغادي نخليهم ليله كامله حتى الغدا ديالو. عاد غادي ندير الخميره وغادي نجمع الخليط باش كتجي لنا العجينه ديال الشباكيه، كتجي هشيشه احسن ملي درناها يعني في نهارها. غادي نخلطوا الرمل داك الخليط وغادي نخليه نغطيه ونخليه حتى لغدا ان شاء الله. وهذا النهار الثاني غادي ندير شويه ديال الزعفران في داك الكسرونه. عندي هنايا نص كاس ديال الخل، ما يكونش عامر بزاف، غادي نضيفوه في الكسرونه، وغادي ندير ديك القرعه د المزهر كامله. المهم الا احتاجنا راه غادي نزيدو ديك الساعه، ماشي مشكل، تقدروا تكملوا غير بالماء. غادي نجمع داكشي كلشي في داك الكسرونه وغادي نديرهم يدفاو باش كتسهل علينا الخدمه ديك الشباكيه. صافي غادي نضيف لذاك الخليط ديالي، غادي نضيف له هنايا خميره ديال الحلوه، ساشي كامل ديال وزن 7 غرام. غادي ندير شويه ديال خميره الخبز. بالنسبه لخميره الخبز، الا كنتو غتشبكوها وتخليوها بايته حتى الغدا ديالو عاد تقليوها، ما ديروهاش نهائيا، ديروا غير ديال الحلوه صافي. انا يعني شبكتها في نهارها وقليتها داك الساعه، يعني قليتها وشبكتها في النهار. وغادي ندير اصفر بيضه. بالنسبه لاصفر بيضه ما كنديرش بيضه كامله، حيت داك البيض ديال البيض كيعمل لنا الكشكوشه في المقله، على داك الشيء كنحاول نبعد عليه. غادي نبقى كنعجن داك الخليط ديال الشباكيه. المهم غادي نعجنها مزيان ماشي ضروري تدلك يعني كتر من القياس، المهم غير غيتجمع داك الخليط ونعجنها مزيان. كيف كتشوفوا خصها القوام ديالها يجي قاصح، ما تجيش خفيفه بزاف، حيت الا جات خفيفه بزاف ملي كنديروها في الزيت كتيبس على داك الشيء. صافي غادي نحاول نقسمها الكويرات كيف كتشوفوا بهذا الموس هذا، وانا كنقطع وانا كندير في البلاستيكه باش ما كتبردش. بالنسبه لهاد الشباكيه صراحه ديال العام اللي فات وبغيت نشاركها معكم للناس اللي بغاو يديروا الشباكيه بكري، حيت انا هاد العام يعني باقي ما بديتش، كان يعني حتى كيقرب رمضان عاد كنديرها باش ما صراحه باش ما كتقاداش قبل الوقت ديالها، وقلت نشاركها معكم. ملي غادي نعاود نديرها ان شاء الله غادي نشارك معكم في ديك الوقيته ان شاء الله. غادي نطلقها بحال هكا، بحال اللي كنطلقوا المسمن، وغادي نطويها على 4 كيف كتشوفوا، باش ملي كنقليو الشباكيه وكنشبكوها كتجي مرقه من الداخل. هذه هي الطريقه. وكيف قلت لكم انا كنطوي وكندير في بلاستيكه باش ما كتبردليش نهائيا. صافي غادي هذيك اللي طويت غادي نطلقها ونزيد نقسمها بالموس الاشرطه طوالين. علاش هاد الطريقه اللي كندير؟ باش ملي كنبغي نطلقهم في داك الماكينه ديال اللي كنورقوا بها ما كيبقاش يبقى لنا داك، ما كيبقاش يبقى لنا ديك الشياطه بزاف د العجينه، وكنبقاو كنعاودوا حيت الشباكيه ملي كتبقى كتعاود ديك الشياطه كيبقى كيتعاود راه كتضيع، كتجي بحال اللي معجنه. صافي غادي نجمع كلشي في داك البلاستيكه كيف وريت لكم هاد الطريقه، وغادي نشرح لكم. غادي نشارك معكم التشباك ديال الشباكيه بواحد الجراره اللي كلشي دابا رجع كيستعملها، الصراحه كتخف بزاف. وغادي نشارك معكم حتى الناس اللي ما عندهمش يعني جراره عاديه. نتمنى يكون كلشي واضح. هنايا غادي نطلق داك العجينه طويله، ما تكونش غليظه بزاف، ما تكونش رقيقه. هذه هي الجراره اللي قلت لكم، غير كتضغطوا عليها مزيان، وقيلا كديرها شي 20 درهم، كتضغطوا عليها مزيان وكتقطع لكم الشباكيه بلا ما كتبقاو كتعذبوا. صافي كتحيد هذاك الجناب. وغادي نوريكم طريقه سهله ديال التشباك ديال الشباكيه. بالنسبه لهاد الجراره هي كتخرج شباكيه صغيره، انا هذيك يعني هي اللي كتعجبنا في الدار، احسن من داك الكبيره يعني كتبقى ديرها في فمك وكتبقى كتقطر عليك العسل. هذه السيتوي يعني يلا كتجي هي هذيك. هنا كيف قلت لك كيف كتشوفوا الطريقه،
غادي نهزو هنايا الشباكيه فيها 5 ديال الاشرطه، غادي نهزو الشريط الاول ونخليو الثاني وغادي ننزلوها على الثالث. من بعد داك الاول وداك الثالث غادي ننزلوهم على داك الاخراني كاع كيف كتشوفوا، كنهزوهم ونحطوهم عليه. كيبقاو لنا ديك جوج ديك الغماري كنزيروهم مع بعضياتهم باش ما كتفتحناش في الزيت صافي. كنجمع على ديك الجنيبات كيف شفتوا. هاد الشباكيه كتجي صغيره ما كتجيش كبيره. وغادي نوري لكم الطريقه، يعني غادي نوري لكم الحبه الثانيه. كيف قلت لكم كنهزوا الاولى وكنحطوها على الثالثه وكنخليو الثاني بوحدو. كنهزوا الاول والثالث اللي نزلنا على بعضياتهم، كنخليو الرابع وكننزلوها على الخامس. كيبقاو لنا داك جوج الغميرات كنزيروهم مزيان باش ما كيطرطقوناش في الزيت وكتفتح لنا الشباكيه ما كيبقاش المنظر ديالها كيف خليناه صافي. فاش كنشبكوا هاد الشباكيه كنديروها في الصينيه ولا كنفرشوا لها الطبله ولا المهم اي حاجه، فرشوا لها شي منديل ولا شي حاجه وخليوها كيضرب فيها الهواء باش ملي كنقليوها ما كيتفسد لها الشكل ديالها. هنا غندوز ندير الجراره البلديه دائما. غنديروا واحد، غنحسبوا 1 2 3 4 والخامسه كنقطع. 1 2 3 4 والخامسه كنقطع. غادي نهز معكم واحد الحبه نوري لكم بهذه الطريقه هذه، يعني بنفس الطريقه هي هذيك سهله وبسيطه. غادي نهزوا الاول ونخليو الثاني. الاول غادي نحطوه على الثالث كيف كتشوفوا. كنهزوا الاول والثاني او الثالث عفوا ننزلوهم على الاخراني كاع وكيبقاو لنا ديك جوج ديال الرويسين كنشدوهم هكاك صافي وكنزلوها يعني وكنجمعوا لها ديك الجنيبات ديالها. راه الطريقه سهله بزاف وبسيطه. هنايا انا خليتها كتشتاف كيف قلت لكم، خصها ضروري تنشف مزيان باش ملي كنقليوها في الزيت ما كتجيش معجنه وكتجي بحال ما كتجيش مورقه، يعني كتنفخ وكيتخسر لها حتى الشكل ديالها. صافي هنا كندير الزيت سخن وعندي العسل حدايا هنا بارده. انا كنستعمل الشباكيه في العسل بارده نهائيا، ما كنديرش العسل يعني سخونه. ملي كنديروا المقله الاولى ديال الشباكيه كنحاولوا نقصوا العافيه حيت داك الاولى دغيا كطيب. كنقصوا العافيه باش ما كتحرقش دغيا. هنا ما كنبقاش ندكي على الشباكيه في العسل، كنبقى نهز من الجناب كيف كتشوفوا. كنهز من الجناب العسل. راه ديك العسل خد بالكم يعني ثقيله، راه كان ما من بعد صافي راه كتخفف، يعني ملي كنديروا فيها الشباكيه راه كتخفف صافي. غادي نخليها وندير القليه الثانيه. كندير القليه الثانيه واخرى كنخليها في العسل باش كتشرب العسل. ضروري خصكم ديروها يعني عفوا الشباكيه ديروها من المقله نيشان العسل وقطروها من الزيت مزيان باش ما كتضيع لكمش داك الشباكيه، ما كتضيع لكمش ديك الزيت اللي فيها، ما كتضيع لكمش العسل. نتمنى يكون كلشي واضح. صافي هنا ملي كتقرب تقلى داك القليه الثانيه كنهز اخرى اللي في العسل وكنديرها في شي شبكه، ولا انا درتها هنا صراحه في واحد الكسكاس ودرت من تحت منه الطنجره باش ديك العسل كتبقى كتقطر وكنردها من بعد صافي كنردها عاود لداك الطنجره الكبيره اللي عندي فيها العسل. نتمنى يكون كلشي واضح ان شاء الله. ملي غادي ندير الشباكيه يعني الدار ديالي انا هذا كيف قلت لكم فيديو قديم وصافي ديال العام اللي فات وبغيت نشاركو معكم اللي بغى يعني يدير الشباكيه دابا حيت انا باقي ما ديرتهاش. ملي غادي نديرها غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالي وصافي. كان المهم كنبقى هكا حتى كنكمل ديك الكميه كامله. كيف قلت لكم هاد كيلو ديال الطحين كيخرج 3 كيلو ديال الشباكيه، ما كيخرجش يعني المهم ما كاينشي هكاك واحد متوسط ماشي كبير بزاف. مع دابا اصلا كيف كتشوفوا المقادير كلشي غالي تبارك الله. كان شحال هذه الشباكيه كانت كدير غير 50 درهم، دابا الاثمنه كل واحد شحال كيدير لها، وكاين اللي كيدير لها 70 درهم، كاين اللي كيدير لها 80 درهم. وهي الصراحه يعني 65 راه كافيه، ماشي يعني الشباكيه راه ماشي فيها اللوز، يعني الشباكيه ديال الزنجلان عاديه ما فيهاش اللوز باش الانسان غيديرها ب 80 درهم. وعاود كل واحد كيدير الثمن اللي كيخرجوا، يعني 65 درهم راه كافيه. يعني الزيت راه الا درتي الزيت في المقله راه كتقلي فيها نفس القليه ديال العجينه كامله، كتقليها في نفس القليه، ماشي كدير كل مقله كدير لها الزيت ديالها بوحدها. ايوا هادشي ما كان كل واحد كيعمل داكشي اللي كيسلكو. صافي الشباكيه ديالي ها هي وجدات كيف كتشوفوا راه كتجي معلكه كيف قلت لكم، كتجي شاربه العسل وهشيشه بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا على المشاهده، الى فيديو